تخيل انه انت سهران بالليل وجايك ارق وما تقدر تنام، وتبدي تقوم تفكر باي شيء سيء انت سويته قبل او اي غلطه غلطتها بحياتك وان شلون ما تصرفت صح بذاك الوقت. بهاي اللحظه الضغط اللي يصير عليك والسترس اللي ينتقل داخل جسمك شنو ياثر عليه وش يصير بالضبط هنا. اليوم هذا هو موضوع حلقتنا. اذا حابين تشوفون الحلقه كامله وتتابعوها بشكل مفصل تابعونا من خلال الرابط اللي موجود بهذه الصفحه. شنو هذا التوتر او هذا الضغط اللي يصير على جسمك؟ هو عباره عن انذار يدق الدماغ مالتنا حتى يحذرنا من شيء معين. فمثلا انت جاي تواجه خطر معين او عندك ديدلاين وتاخرت عليه، بهاي اللحظه بالضبط الدماغ شو يسوي مالتنا؟ يدق انذار معين. هذا الانذار هو عباره عن السترس. هذا منين يجي هذا السترس؟ هذا السترس هو عباره عن هرمونات مثل هرمون الكورتيزول او الادرينالين. هذه الهرمونات هي الطريقه اللي يتحضر بها الجسم يا اما للهروب او المواجهه. المشكله الحقيقيه اللي نواجهها هنا شنو هي؟ السترس حاليا اللي جاي يصير عندنا ما جاي يروح بسرعه. يعني مثلا قبل كان من يصير فد خطر معين بمجرد ما يهرب من عند الشخص او الكائن الحي بشكل عام ينتهي هذا الشيء. مثلا اذا كان مفترس يركض ورا فد كائن حي، بمجرد ما يهرب هذا الكائن الحي ويفلت من هذا المفترس خلص السترس ينتهي ويكمل الكائن الحي حياته بشكل طبيعي. حاليا السترس جاي يصير انه من اشياء جاي نواجهها يوميا، مثلا العمل او الدراسه او اي شيء اخر مرتبط بحياتنا اليوميه. حتى السوشيال ميديا صارت تسترسنا اكثر من خلال المعلومات الهواية اللي نشوفها يوميا. فبالضبط اللي جاي يصير عندنا شنو؟ انه السترس جاي يزيد اكثر مما هو مطلوب من عنده. يعني هو سترس شيء طبيعي والمفروض كنا نمر به، بس مو لهالدرجه ومو بهالكميه يوميا. احد يسال سؤال ويقول شنو مضار السترس؟ يعني انا اذا صار عندي سترس هواي هل هذا الشيء راح يضرني او شيء طبيعي؟ من يصير عندنا سترس الجسم مالتنا يدخل بمرحله جديده ومرحله ما متعود عليها، مرحله يضغط بيها الجسم على نفسه اكثر. وثلاث خطوات تصير بالجسم ورا ما يصير بيه سترس. اول خطوه هي زياده دقات القلب، يعني القلب مالتنا يقوم يضخ اكثر من المعتاد للعضلات حتى يحاول يسرع من النشاط مالتها وينطيها طاقه اكثر حتى تكون جاهزه لاي حركه نقررها. الخطوه الثانيه اللي تصير بالجسم هو يزيد بيها التركيز، فانت تكون مستعد لاي عاقبه ممكن تواجهك. والخطوه الثالثه اللي تصير بالجسم هي الاختلاف بالتوزيع الغذائي، يعني الجسم ما يقوم يوزع الغذاء مثل قبل، لا يقوم ينطي الغذاء للعضلات والاشياء اللي تساعدنا ان نهرب او نواجه الخطر اللي اجانا. فبالتالي بعض الاجهزه اصلا ما راح يوصلها غذاء بهاي اللحظه. طبعا هذه الخطوات وهاي الاشياء اللي تصير بالجسم كلش مهمه اذا احنا كنا جاي نهرب من فد خطر معين، بس لازم تنتهي هذه الاشياء بسرعه، يعني ما يصير تستمر عندنا يوميا وبكميات كبيره. اذا السترس ما انتهى بسرعه وصار يوميا يزيد عندنا، كل الاجهزه مال الجسم راح تتاثر بشكل سلبي. واول جزء راح يتاثر بالسترس هو القلب. التوتر المستمر يزيد فرصه الاصابه بامراض القلب، يعني مثل ما انه انت عندك سياره وتعوفها مشتغله طول الوقت، هيجي يصير بينا من يستمر الضغط ويانا. الجزء الثاني اللي يتاثر من الضغط هو المناعه مال الجسم. التوتر يبدي يقلل من المناعه مال الجسم مالتنا. شنو المناعه؟ اذا ما تعرفوها هي طريقه الجسم بالدفاع عن نفسه ضد الامراض. فمن تقل المناعه مالتنا جسمنا يكون سهل انه يصاب ببعض الامراض مثل الفلو، الانفلونزا يعني، وغيرها من الامراض اللي ممكن تصيب الانسان. ثالث جهاز ممكن يتاثر بالسترس هو الدماغ. التوتر المستمر يقلص جزء من الدماغ، وهذا الجزء هو المسؤول عن التذكر والمسؤول عن التعلم، ولذلك من انت متوتر صعب انه تتعلم شيء جديد وصعب تتذكر الاشياء. إضافة إلى ذلك التوتر يأثر على الصحة النفسية أيضا. من أنت متوتر دائما تحس بكآبة وتحس إنه أنت قلق زايد وما تقدر تسوي أي شيء آخر. 2012 أكو بحث سواه بعض العلماء لقوا بيها إنه الناس اللي خايفين من إنه يصير عندهم زهايمر عندهم فرصة إنه ينصابون بمرض الزهايمر 63% أكثر من الناس اللي ما مهتمين بالموضوع. مثال آخر حي عندنا يخص العمل والتوتر من العمل. باليابان اكو كلمة عندهم توصف التوتر من العمل والخوف من التوتر من العمل، الكلمة هذه اسمها كاروشي، واللي تعني اللي يموت من العمل الزايد او من ضغط العمل. فالتوتر هو مو مجرد مرض صامت وما يبين علينا، لا، التوتر ممكن يكون مرض قاتل وواضح ايضا بسبب الامراض اللي يسببها للجسم مالتنا. زين، هل كل الستريس ضار؟ لا، علماء النفس يقولون الستريس هو مو كله ضار. اكو بعض الستريس يحفزنا انه احنا نأدي بشكل جيد، مثل ما انه انت مثلا عندك برزنتيشن او فد عرض تريد تسويه، او عندك فد سباق او فد تحدي تريد تسويه، او فد امتحان تريد تحضر له، فممكن الستريس بهاي اللحظه ينطيك طاقه اذا عرفت تستغلها بشكل صحيح ممكن تأدي افضل. لكن كل شيء بالاعتدال يكون افضل. لازم ما يكون عندنا ستريس عالي بحيث انه ياثر علينا سلبي، ولا يكون عندنا ستريس كلش بسيط بحيث انه ما يحفزنا ونحس بملل من نأدي اي وظيفه عندنا. فدائما الاعتدال هو الحل لكل هذه المشاكل. زين،
بعض الناس تسأل شلون أنا أضبط الستريس هذا وأخليه ما يأثر علي أو أقلل من عنده؟ أكو بعض الحلول ممكن نسويها إحنا بحيث نسيطر على الستريس هذا ونقلل من عنده وتكون حياتنا بشكل أفضل. الحل الأول هو التمرين. التمارين اليومية خصوصا المشي السريع لمدة 20 دقيقة يوميا يقلل من نسبة الكورتيزول بالدم، وبالتالي يخلي الجسم مالتك يعرف يتعامل ويا التوتر بشكل أفضل وتقل عندك نسبة التوتر. التأمل والراحة الجسدية أيضا هي حل آخر. العلماء يقولون 10 دقائق يوميا من التأمل والراحة التامة ممكن تقلل التوتر بنسبة كلش كبيرة. النقطة الثالثة هي العلاقات العامة. يعني أنت من تيجي تسولف ويا صديقك عن فد مشكلة معينة صارت وياك أو فد حدث معين، تلقائيا راح تحس هذا التوتر بدأ يقل عندك وقدرت تسيطر عليه. وإذا استمرت المشكلة عندك فالحل الرابع ممكن يكون هو الأفضل، واللي هو ممكن تتكلم مع متخصص بهالمجال واللي هو الطبيب النفسي. التحدث مع الطبيب النفسي بهالأمور ممكن يساعدك كلش هواي وممكن يحلك كل المشاكل ويوصل لك الحل كلش سريع. بالنهاية الستريس هو فد شي جزء من الحياة وما نقدر نتخلص من عنده نهائيا. لازم يكون أكو جزء من حياتنا بيه ستريس، لازم أكو فد أجزاء من حياتنا تخلينا نحس بتوتر ونحس بقلق، بس ما المفروض نخليها شي مستمر بحياتنا، ما نخليه فد شي سلبي يأثر علينا ويقلل من الإنتاجية اللي إحنا بيها. لأن باستمرار التوتر راح تقل الصحة مالتنا وتقل المناعة، وبالتالي ما راح نعيش الحياة اللي إحنا نتمناها. بس الخبر الحلو هنا إذا فهمنا الستريس شلون يشتغل وشلون جاي يأثر علينا وشلون جاي يطلع عندنا، راح نقدر نتحكم بيه وراح نقدر نخليه يصير بصالحنا. زين وأنت شنو قصتك؟ هم حسيت إنه الستريس يأثر عليك بشكل سلبي؟ إذا حسيت بهالشيء اكتب لنا بالتعليقات جوا وخلينا نسمع قصتك. إذا شفت إنه هذا الفيديو مفيد وممكن يساعد بعض الناس فأرسله لجماعتك، ولا تنسى تعلق بشيء حلو وتنطي إعجاب للفيديو وتشترك بالقناة. نشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.